السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فاول مرة اشوف القناة فعلى حالا زر الجرس على الكل، دوس سبسكرايب، زر الاحمر، الاشتراك، لايك، تعليق، يا احلى وارق فراولايه. ركزوا جدا، احنا في بداية الفيديو وريتكم الديكور بتاع غرفة الماستر، غرفة النوم الأساسية، وكان باللون الأبيض ودخلنا في الألوان الزرعي. أخدت لكم اللقطة دي عشان تفهموا إن إحنا ماشيين بقى بالسياق، بقى هنغير في شوية ديكورات في البيت، ديكورات شتوي. وأهم حاجة بالنسبة لي ما كنتش عملتها قبل كده، طبعا اللي متابع فاهم الكلام ده. طبعا اهلا كل الناس اللي انضمت، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. الناس في زياده كل يوم، جميع البلدان العربيه منورين جدا، وانا بحبكم كتير كتير كتير. كل الفراولات اللي معايا من زمان بموت فيكم اصلا، وحشتوني جدا. بصوت اسماء صاحبتي. انتوا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كويسين وفي الساعه متكتكين وزي الفل وعاملين كاكاو ومظبطين. امبارح عملنا الفشار مع بعض بالزبده، وبخترع لكم كده شويه حاجات بقى كل شويه ان شاء الله ان شاء الله، بس مش النهارده. بصوا بقى النهارده ان شاء الله زي ما احنا شفنا في المقتطفات هنعمل مع بعض ديكور شتوي بلون جميل، اللي هو مدخلين الوان الزرع فيه زي الغرفه الاساسيه. مدخله هنا النهارده الكوشنات عندي اللي انا بحطه حالا ده. انا عندي 2 لون اللي انا بستخدمه حالا ده في الكوشن ده، اللون ايه؟ اخضر اللي هو الزيتي، فاهمه؟ اللي تحت دون اخضر زرعي شويه، بس مش زرع الفاتح، لا زرعي بس غامق يعني. انا عايزه اقول لكم ان الحقيقه الكوشنات افتح من كده، مش عارفه طالعه عماله اغير في الاضاءات ومش عارفه ايه، بس الالوان اخضر، لونها اخضر مش لونها غامق كده. بصوا بقى، بصوا دي الاثاره ده يا جماعه، بجد ما كنتش متوقعه ان انا لما اشيل الكوشن هلاقي حاجه، وهتشوفوا تاني على الكرسي التاني. طيب ايه اللي خلاني اقول مش هلاقي حاجه مثلا تحت الكرسي والكلام ده؟ لان احنا عاملين الروتين ده مع بعض، صح؟ امبارح تقريبا، اقول امبارح والله ما فاكره، كنا عاملين بالمكنسه وما لحقش يعني حد يحط حاجه. يعني عارفين حد صغير كده عنده 6 سنين اسمه مكه كوكي، ما يلحقش حد يحط حاجه. بس ما علينا معاه. وحشتوني جدا انا فراولات، مبسوطه كتير 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 بالتعليقات، اسعدكم الله زي ما بتسعدوني. وما شاء الله اللايك والتعليقات، وانتم ماشيين يعني كويسين معايا في حته ان انت تعملوا لايكات والتعليقات والشير، جزاكم الله عني خير الجزاء. بشكر الناس اللي ما بتجريش الاعلان، بشكركم من قلبي. عندي النهارده سؤالين. بصوا ده تاني مفاجاه بجد، بشيل حاجه بقعد اضحك، بقعد اقول هي عملت ده امتى يعني. عندي النهارده سؤالين، يعني هما سؤالين عن حاجتين لفراولايه. هما حاجتين في المطبخ، بس انا عشان وعدتك ان انا هرد عليك الفيديو الجاي اللي هو ده مثلا، فانا مش عايزه اخلف وعدي معاكي، ولكن انا كنت حابه ارد على السؤالين دول بتوع المطبخ، لان هما عن البوتاجاز وعن التلاجة. ليه بقى كنت عايزه اسيبه الفيديو ما اكون مصوره المطبخ؟ علشان انا بحبك تبقى شايفه اللي انا بتكلم عليه، ماشي؟ بس مش مشكله، هكلمك كده سريعا، وان شاء الله لما نصور في المطبخ هعملها لك تاني. بصوا بنات، هي كانت بتسالني على بتقولي ليلى انتي استخدمتي البوتاجاز عامل ايه؟ طبعا هو اللارج ميني، جميل جدا، هو 5 شعلة. اللي حابب يشوف شكله ممكن بقى يرجع لاي فيديو في مطبخ. معلش مش هصور النهارده لان النهارده ديكور، فمش كنتش حابه انا ادخل مطبخ معانا. اوكي، هو 5 شعلة معاكي هنا. في الفرن اشعال ذاتي، في خاصيه ان انت لما تشغلي الشعلة تفصل واحده، لان لها وقت كده، لو انت ما عملتيش الغاز فبتفصل واحده، دي حلوه حمايه للاطفال. تمام. الفرن بتاعه بشوايه وهوايه، وفي خاصيه حلوه قوي انا لاحظتها وما كنتش فاهماها، يعني كنت بستغرب لما اجي اشغل الفرن ان الاقي، بصي، هوا طالع من فتحه الفرن، انا عماله اقول يا ربي انا مش مشغله المروحه، فاهمه فراولتي؟ فبقول يا ربي الهوا ده جاي من، يا ترى جاي من بره من الشباك، مش عارفه. فقعدت كده اخدت بالي ان انا لما بقفل الغاز او النار نفسها خلاص الهوا ده بيروح. فتقريبا انا ما اعرفش ده ايه، بس انا بقول ده من رايي انا، والله لو اعلم. اكيد الناس اللي عندهم البوتاجاز هيبقوا فاهمين، او عندهم بقى لهم فتره فهيبقوا عندهم خبره، ان تقريبا ده لتبريد التهويه، يعني يديكي ايه، زي حاجه زي يعني ما يخف ضغط الهواء السخن الشديد بتاع الفرن. انا بقول كده يعني بيهدي الدنيا. ما دوستش قوي في المساله دي، ماشي، بس قلت اسالكم لربما يكون حد فيكم عارف معلومات، لان ما شاء الله فراولاتي هنا اللهم بارك ما شاء الله عليهم. اتكلم بس على الحته بتاعت الكوشن اللي هو شكل الملبسه. طبعا هو كان اساسا الفرو الابيض، حلو ده كده. فكده عايزه احط لون ذهبي مع الزيتي، حلو. فشلت الاساس بتاع الفرو، خلاص هيتغسل او هيتنقع،
وخدوا بالكم ان مش خامه الفرو دي اللي تتغسل في الغساله، دي تتنقع، لان الخامه دي خفيفه مش زي بتاعه الحاجات التانية اللي احنا بنعملها. حطيت كوشن اللي انا بستخدمه، جبت كمان اليقطينه دي وهشيل منها السيلفر، لان انا دلوقتي هشتغل جولد خالص خالص، فمش هينفع سيلفر. حتى حرف مكه اللي ورا في الارجوحه هشيلها. اضحك وانا بعمل هنا، قعدت ادور على اليقطينه دي ما لقيتها، قلت يا رب هو انا كنت عامله معاكم اليقطين ده. طبعا شيل اليقطين الصغير وحط اليقطينه دي. طبعا اليقطين ده احنا عاملينه مع بعض انا وانتوا، عاملين مجموعه اكبر واكتر مجموعه يقطين اتعملت على اليوتيوب كله بفضل الله، كان في قناتي هنا. بصوا قعدت اقول انا يا ترى عامله اللي هو اليقطين الزيتي او الزرعي، عامله واحده ولا اتنين؟ تخيلوا بنات انا مش فاكره. وقلت لما اطلع هسال فراولاتي ربما تكونوا انتوا فاكرين. مش عارفه هو انا عملت واحده ولا اتنين ولا اتذكر. وعلى فكره عايزه اقول لكم، عايزه اجي في مره كده اجمع اليقطين، عايزه اعرف انا عملت كام يقطين. كتير قوي قوي اللهم بارك يعني. بس هشيل كده بقى حرف مكه السيلفر عشان انا بنشتغل شغل زيتي وجولد فقط. نكمل بس كلام عشان نفيد الفراولايه ونفيد اي حد يعني حابب يعرف. بصي سألتيني على الفرن. حاجة بس لاحظتها ان انا وانا بشتغل في الفرن، اللي هي الصاجة بتاعة الفرن، يعني يعتبر انا جايباه مثلا بقالي ما فيش 4 شهور، صح كده يا بنات؟ فالفكرة في ايه يا بنات؟ اني مش عارفة، طبعا بتحطي بايركس، بتحطي صواني في الفرن، الحاجة بتقع ساعات من الاكل في الفرن وبتضطري تغسليها وتنضفي والكلام ده وكده. ولو انا كنت عامله معاكم بطاطا من يومين فبتشوي بطاطا بننزل حاجات كده فاهمه. طبعا بنغسل وبتاع. فانا مش عارفه بصراحه موضوع الصاج ده. انا حتى من البوتاجاز القديم بحس ان الصاج ده كده ملوش روح، مهما كان البوتاجاز غالي، مهما كان البوتاجاز ماركه. يعني بوتاجازي اللي قبل كده اللي كان في بورتو، اللي هو كان الايكوك، طبعا كان جميل وتحفه. طبعا البوتاجاز بتاعي ده احلى واحلى اللهم بارك. فلا يعني انا مجرد ما هي ينزل عليها بشوف الصاجه، اول ما هي ينزل عليها حاجه بتتغسل بتتغير. ما اعرفش انتوا انتوا حد عندكم حاجه زي كده؟ اولا انا لما بغسلها ببقى مراعيه ان هي صاج، فبنشفها على طول، ما سيبهاش عشان تقول لك تنقر ميه وبتاع. بس بلاقيها لونها غير، ما بتبقاش بتلمع كده زي ما مثلا بتجيبي الحاجه كده لسه جديده. ما اعرفش، هو طبعا من الاستخدام ده اوريدي. تاني كمان سؤال سألتني فيه الفراولاية، قالت لي ليلى هو البوتاجاز ما عندك من فوق بيجرح لسه او بيعمل علامات؟ لا انا من ساعه ما طلعت قلت لكم، ما كنتش عارفه الموضوع ده انك نضفي بس ما تستخدميش حاجه جارحه، لا سلك ولا فيش الكلام ده، حاجه ناعمه خالص ناعمه. واللهم ذكرني ونشفي وما تسيبيش ميه عليه خلاص بس، وخلاص وتظبطي الدنيا. عايزه اقول لك ان انا كنت في مره، فيتكم بنات في المعلومه دي، كنت في مره في معرض من معارض تقريبا توشيبا، وكنت شامه ريحه حاجه حلوه قوي، يعني ما اعرفش معطر ولا فسالت فعرفت يا بنات. تخيلوا ده عارفين يا بنات البليدج ده ملمع خشب، حلو ده. فالبليدج ده اللي هو مش الاصلي، كان في بليدج كده زي البليدج بس منزلينه، بس كان ريحته احلى من البليدج كمان، بس طبعا مش زي البليدج الاصلي. ليه بقول مش زي البليدج الاصلي؟ لان ده اللي انا شفته وفي نفس الوقت سعره رخيص. ببص بنات تخيلوا يكونوا بيعملوا بيه ما انا ما تخيلتش ان الاستانلس ده بتاع البوتاجاز بيعملوا بيه، بيلمعوا بيه. لان انا ما تلاحظي تيجي تدخلي مثلا معرض اي حاجه من دي تلاقي الاجهزه بتلمع قوي على فكره. فاكتشفت ان هم بيلمعوا بيه، وفعلا كانت الريحه الحلوه دي ريحته هو. فكده فكره حلوه. وانا مع الايكوك كنت بلمعه بنات بملمع زجاج. على فكره عايزه اقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى اللهم بارك ما شاء الله قوه الا بالله، انا طول عمري عندي تحدي في حته البوتاجازات بالذات. احب البوتاجاز اللي يدخل البيت يبقى كانه لسه جايباه. عايزه اقول لكم ان البوتاجاز الايكوك ده قاعد معايا بتاع 9-10 سنين، تخيلوا. وفعلا فضلت اتسال عليه على اليوتيوب، ليلى انت جايباه بكام؟ لدرجه عشان متشاف ان هو جديد يعني ما فيهوش حاجه. لان بالذات البوتاجاز ما احبش ابدا يبقى منظره لا خالص، يعني منظر المهمل فيه لا، الا البوتاجاز يعني ما لا. هنا بس بوريكم ان الترايبود بتاع التصوير بتاع اللي انا بحط عليه التليفون كل شويه يتخلع مني
الترايبود ده بطل والله، اللهم بارك، معايا بقى له فتره، بس تقريبا خلاص بقى يعني ايه، بيقول لي انا تعبت. فكان صديق ليا في الفتره اللي فاتت دي طبعا في التصوير، فيا حبيبي يا عيني صعبان عليا جدا، لان كل شويه يتكسر كده، ما عادش زي الاول الحته بتاعته دي. ف بفكر مثلا اجيب له صمغ، اجيب له اسمه ايه ده اللي بيلزق قوي ده، صاروخ، لازق صاروخ الزقه ثبته بقى مش هيتحرك يعني، فالله المستعان. خلاص، فدي فكره تانية. إيه اللهم ذكرني ايه تاني، خلاص ده بالنسبه للبوتاجاز ده اللي على ما افتكر يعني. لا افتكرت، ودي حاجه مهمه. بصي بقى، وبصوا كلكم الوقت يا بنات، طبعا احنا هنا بس هنحط فروع خضراء زي ما احنا متعودين نحط على الارجوحه، فاحنا هنستخدمين الاخضر. طبعا احنا كل شويه بنغير، بنعمل بينك، بنعمل اصفر، من حسب اللون اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا انتوا خلاص انتوا عرفتوا الموضوع ده من سنين يعني، خلاص احنا بنعمله. إيه قلنا حاجه لاحظتها في البوتاجاز وعايزاكم تفيدوني انتوا بقى، ان لاحظت احط الحاجه كده النار يعني مشغله بطبخ تمام، وانا عارفه ان انا مهديه على النار، انا مهديه مفيش مشكله خالص، وبروح مثلا اشتغل بعمل حاجه، اشم حاجه ريحه شياط، اجري بسرعه الاقي النار عاليه. طبعا انا قلت مره واثنين وثلاثه، الولاد حد بيعدي بيعملوا يعني، بقول كده يعني، واسال يقولوا لي لا ما حدش مننا عمل الكلام ده، فاهمه؟ ف حصل برضو، كانت همس برضو واقفه ناحيه البوتاجاز، قالت لي ماما البوتاجاز مين اللي علق؟ قلت لها يا بنتي مفيش. فانا لاحظت ان البوتاجاز بيعلى العيون لفوق لوحده، ده ايه ده جنان ده بقى ولا ايه؟ انا ما عنديش فكره، ولا ما عمرهاش حصلت معايا او اعرف ايه ده. ففيدوني كده لغايه لما نبقى ربنا ييسر ونجيب الصيانه ويشوفوا الموضوع. طبعا ميزه يا بنات، معلش اي حاجه احنا قلنا عليها انك لما تجيبيها تبقى لها ضمان. انا بحب حاجه توشيبا العربي لان ضمانهم في يعني ايه، انتوا عارفين بالتليفون، وبيجوا اصلا عندنا ضمان هنا في محافظه بورسعيد، وليهم مكان محافظه بورسعيد للصيانه والكلام ده. تمام، ده بالنسبه للبوتاجاز. هي سألتني برضو على التلاجة، بس حابه بس اشرح حاجه هنا. الوقت واحنا بنعمل ديكور يا بنات، ترابيزه الريسبشن الانتريه، انا عايزه اعمل اخضر، وبقالي فتره حاطه اليقطين وحاطه الحاجات البارزه، انتوا هتفهموني. بصي، حتى حاجات بارزه، يعني ايه بارزه؟ يعني طالعه لفوق، فاهمه؟ بارزه طالعه لفوق. النهارده حتى لو تلاحظوا في الترابيزه دي او حتى في ترابيزه السفره، عايزه الحاجه سطحيه. يعني ايه سطحيه؟ يعني اللي هي مش لفوق، مش حاجه بارزه لفوق، عايزه الحاجه كانها لوحه مرسومه على الترابيزه. فهنا استعنت كده ببعض الافرع اللي هي الخضراء، تمام الشكل ده، ودي كمان، والافرع دي ما تاخدوش بالكم من الجوانتي، انا ببقى فاتحه من هنا من الجزئيه بتاعه البصمه، علشان التليفون بتاعي بفصل تصوير، وبعمل مش هقعد كل شويه اقلع الجوانتي والبسه يعني. ف عايزه اقول لكم ان الجوانتي ده كان من شيء ان والله كان غالي جدا. خلاص. الفكره عندي ان انا النهارده بشتغل في ايه، بشتغل كرسمه، كاني برسم على الترابيزه، مش عايزه حاجه لفوق عاليه. ساعات بحتاج الحاجات اللي هي عامله فوق عاليه، عامله بوش عالي كده، لكن لا، انا دي حابه ان الحاجه كانها مرسوم. خلاص زودت عليها الافرع وبس. يعني انا قلت لنفسي حتى، بصوا انا كنت هحط اليقطين، بس لا، قلت لا خلاص، يعني كده كفايه قوي. هنا كمان حطيت جزئيه الزرع ناحيه هناك الاباجوره والريش النعام، واستكفيت بكده. انا عايزه بصوا الترايبود بيعاكسني النهارده، كان يوم غريب الحمد لله. انا عايزه ادخل الوان الزرع، بس في نفس الوقت مبقاش ابقى حابه ابص لها، يعني ما ملش منها او ان انا تبقى مضايقاني. هنا كده بس. طبعا ده الشنطه اللي فيها جميع الحاجات الخضراء، يعني الحاجات اللي ليها لون الفروع وكده. قعدت بقى اطلع ايه اللي ممكن استخدمه برضو على السفره، طلعت كذا فرع كده وخلاص. عايزه اقول لكم ان اللهم لك الحمد يا رب، فضل ربنا عليا، ان انا بجد بجد يعني الحمد لله التغيير جميل ومستمر، بس بفضل الله انا عندي حاجات كتير جدا، وخصوصا في الديكوريشن عندي جميع انواع الالوان والورد وكده. ففضل الله سبحانه وتعالى عليا عندي غنيمه كده من إيه الحاجه عندي، فبفضل الله مش محتاجه ان انا اشتري. طبعا الا ان انا انزل الاقي حاجه مش عندي اصلا، بس وبرضو حلوه. طول ما الحاجه عندك ومقضيه الغرض مفيش اي مشكله خالص. وبجد بجد بجد يا بنات، عايزاكم تقولوش لنفسكم انا ما عنديش. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده، قلت لك لو هتحوشي كل شهر حاجه بسيطه، فضل ان انت تجيبي حاجات ليكي تبسطك.
حتى يا ستي لو فرع ورد، حتى لو كوشن صغير، حتى لو قماش وتخيطيه على ايدك. يعني انا بديكي محدش يقول لي مش عارف، لان انا ما بقتنعش بالكلمه دي. حقيقي 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 اللي عايزه تعمل بتعمل، حتى لو مفيش امكانيات. انا بفضل الله عليا كنت جه عليا وقت سنه من السنين انا حقيقي ما كانش فيه امكانيات خالص ان انا اعمل حاجه، ولكن ما فيش حاجه، انا ما عنديش حاجه في قاموسي اسمها مش هعمل او ما اعرفش. ما عنديش، ماليش دعوه، انا لازم اتصرف. يعني انا بقول لنفسي لازم اتصرف باللي عندي بامكانياتي. وحرفيا حرفيا انا جه عندي وقت كان في حقيقي كان عندي حاجه في العفش، لما جبت لها قماش جديد ونجدتها وانا على ايدي، بجد كل اللي دخل كلمة أذهل قليلة قوي قوي إن ده معمول من ده. فلا، لو عايزة هتعملي، ما تجيش تقولي لي مفيش إمكانيات. لا 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 لا، مش هقتنع بالكلام ده. لأن حتى لو مفيش إمكانيات وهتففري حتى الحاجة البسيطة جدا، لو هتجيبي لنفسك شمعة واحدة، يعني شوفي بقولك إيه، شمعة. المرة الجاية لا أجيب مفرش، المرة الجاية لا أجيب قماشة وأجيب كوشن. كده كده هتلاقي الحياة عندك اتغيرت. فاهمة؟ وحاولي تجيبي الحاجة الذكية. يعني ايه الحاجة الذكية يا بنات؟ هقولك. من ملاحظ ان انا بقالي كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى عليا بستخدم نفس الحاجات بنفس الالوان. اولا الحاجة الذكية اللي تبقى اللون اسمه لون ايه، استني، اللون السائد او مش السائد، اللون اللي ما بيبطلش ابدا. احنا عندنا في الالوان اللي ما بتبطلش ابدا 3 الوان مش بيبطلوا ابدا اساسيات: الابيض او الاوف وايت، الاسود، والجراي. خلاص، ده بنتكلم في بالنسبة للخشب أو الموبيليا. وتلاقي على فكرة على مدار الحاجة اللي بتنزل جديدة، تتلاقي الحاجات دول ثوابت. فاهمة؟ طيب، على الكوشنات لو تلاحظوا برضو الثابت ايه؟ الاخضر، الابيض، الاصفر، الاحمر، الاسود. وصدقيني، بصي كل ما فتره هيبقى عندك الجزئيه دي، كل فتره كده هتبداي تغيري وتعملي، تحس ان الحياه مختلفه معاكي. انا بديكوا الافكار دي لان احنا طبعا الفتره دي كل الناس بتشتكي من الامكانيات، وكل الناس بتشتكي من الكلام ده. فنتصرف ومع بصي مع هنحل الحياه زي ما احنا، على قد امكانياتنا وعلى قد ما احنا عايزين وعلى قد ما احنا نقدر. خلاص، ما تحسيش كده ان لا ده صعب ان انا اعمل ده. مفيش حاجه حبيبتي اسمها صعبه. وعندك الناس بتوع قعده التدوير دول، ناس انا بموت فيهم اصلا. الناس اللي بيفكروا في قعده التدوير دول بيبقوا شاطرين اللهم بارك. فحاولي تدوري على الفيديوهات بتاعت قعده التدوير، هتفرق معاكي كتير جدا جدا جدا. هنا كده برضو بصوا بقى، انا دخلت اللون الاخضر في الطبقين الجولد. الطبقين الجولد دول ممكن عندك اي طبق، اي صينيه قديمه ترشيها تعمليها جولد. يعني بص، ما توقفيش نفسك يعني ما تقوليش لي ما ينفعش، مفيش حاجه ما تنفعش. حطيت كده الافرع اللي هي الخضراء كده على جنب، وانا حابه ان انا بنات اعملها بنص دايره شبه الهلال جنب واحد. فاهمه حاجه؟ فكده كده هتطلع بقى شكلها تحفه. انا بصوا مش عايزه حاجه برضو قلت لكم عاليه لفوق، لا انا بشتغل شغلي كله حاجه اللي هي مش عارفه اجيب المصطلح، سطحيه يعني، حاجه سطح الارض. المصطلح الغريب الجغرافي ده. فاهمه قصدي؟ كده يعني ما تبقاش حاجه عاليه، ما تبقاش مثلا بصي انا كنت حاطه الفازه عاليه، الورد اللي كان فيها عالي، لا انا مش عايزه ده من المره دي. مش عشان ده وحش، لا، بس عشان ما ازهقش. انا احب الحاجه اغير منظر، عايزه اشيل حاجه عاليه عشان لما اجي اعمل حاجه عاليه مره تانية ابقى تمام. قشطه ده قشطه ده حلو، ده حلو، ده اعمل ايه بقيت حلو. بعض الكلمات لمن احب. المهم فخلاص حطينا بقى كل الكوشنات دي كده مثلا. والاخضر بصوا اللون باين ان هو غامق، تحس ان هو اسود بس والله اخضر. مش عارفه اعمل ايه. انا قعدت افتح لكم الانوار كلها الابيض، وهفتح لكم شويه انوار دلوقتي. عايزه اقول لك على حاجه حلوه قوي. عارفه انت لو تجيبي شويه شموع وشويه حاجات بتفرق معاكي جدا في نفسيتك، بتفرق معاكي في منظر الحاجه، بتفرق معاكي. على فكره الشموع بتدفي في الشتاء. عايزه اقول لكم بجد الشكل حلو قوي. قمر قمر قمر، ما كنتش متوقعه، لا لا بجد يعني ما كنتش متوقعه، وعماله اعمله بقالي فتره بقول لكم عايزه اغير هنا يعني. بس مش عارفه اعمل ايه يعني، مش عارفه اتجه ازاي. استعنت بالله النهارده وقلت اقف كده قدام الدولاب واطلع الحاجات، فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عليا قدر ربنا ان يطلع الحاجه بالمنظر ده. عجبتني جدا. حتى بصوا تحس ان الالوان الكريمي او الالوان اللي هي الاوف وايت، الالوان الخشبيه بتاعت الخشب. كمان خدي بالك السجاده ما بيبقى ساده، حاولي لما تيجي تنسقي
العفش بتاعك، الكنب، الكراسي، يبقى لون السجادة سادة، بلاش شغل اللي هو فيه ألوان، لا لا لا، مش منظر. سادة، البلاك اوت لازم يكون سادة، السجاد سادة، الحوائط سادة. وعلى فكرة والسيراميك المفروض يكون سادة. طبعا أنا هنا مش متحكمة في السيراميك، لا أنا السيراميك عندي دي شقة إيجار مش بتاعتي، لكن لو أنا بتاعتي لا هنعمل إيه؟ السيراميك اللون البيج أو الأوف وايت الفاتح سادة خالص خالص خالص. تمام. بوريكم بقى الشكل كده جميل جدا جدا، سيمبل، تحفة، شياكة. لا انبسطت، انبسطت. زائد كمان بصي، عارفين شكل كمان الغرفة، فقمر قوي ان شاء الله. بصوا بفكر لكم في حاجة جامدة 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 بإذنك يا رب، ربنا يعيني يا رب، واقدر اكمل ديكوراتها اللي هي حاجة للمطبخ. تمام. ان شاء الله هعملها وهخلصها. شايفين بقى، بصوا فتحت لكم كده إضاءة الألوان الأبيض، الإضاءة البيضة يعني، عشان اوريكم المنظر. وبعد كده فتحت بقى الشاشة طبعا، دخلت بقى حطيت بقى هنا الشمعة الإلكتروني. هناك برضو ناحية ترابيزة الأنتريه هحط الشمعة بس الحقيقية. ولو تسألوني بحب ده ولا بحب ده، طبعا بحب الشمع الحقيقي، بس الإلكتروني يعني ساعات كده بحب بقى بستعين بيه يعني، وبيبقى حلو شغال يعني منظر بس. بصوا انا حطيت شمعة من هنا بقى ودبت حقيقي في جمال المنظر، اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. تحفة تحفة تحفة. شغلت كمان هنا عندنا بالنسبة للشاشة، واللي سألوني كتير مع ان انا معاكم من سنين وبنشغل الشاشة وقلتها كتير، بتشغلي ازاي الليلة الشاشة عليها المناظر بتاعة المدفأة، النار او الحاجات الخريفي. النهارده كده بصوا انا كنت هشغل لكم المدفأة، بس احنا متعودين عليها كتير وعملتها لكم كتير وبقالنا سنين بنعملها. النهارده بما ان حاطه حاجات خضراء قلت لا، فاهمه دماغي إيه اما اقرب من الشاشه تفهم انا اخترت ايه. مناظرها هناك بصوا، إيه، زرع اخضر، والدنيا كانها بتشتي مطر مطر كده، بتشتي هنا بتمطر. احنا عشان هنا في بورسعيد الدنيا بتمطر، بتشتي عادي يعني. شتاء مقارس. شو بقى منظر الشمعة ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، تحفة. هنا طبعا عندك بقولك الشاشة اهي، بصوا الزرع الأخضر شجر وينزل منه قطرات المية، الله أنا بدوب أنا في الشتاء. إيه بصي، بتجيبي فلاشة بتحملي عليها الحاجات دي، بتحطها على اللابتوب أو حاجة وبتختاري المقاطع، يعني بتكتبي مثلا مقطع كذا وتقومي حطاها في الشاشة بتاعتك. الشعاع بتاع النور اللي طالع من الشمع اللهم بارك تحفة، مع إضاءة شايفين الجولد بتاع الكوشن اللي هو شكل الفيونكة، مع هنا طبعا شكل القماش اللي هو بتاع الفتافيت السكر، اللهم بارك، مع منظر هناك عند الأرجوحة. وعارفة ان دلوقتي حد يقول لي للمرة المليون ليلة اعملي ليد عند المطبخ، حاضر اصبروا عليا بس بفكر لكم في حاجة. هو اللي معطلني الدبل فيس بجد بنسى. بصوا فكروني اجيب الدبل فيس مع السكينه، السكينه دي اللي كل ما اقول هجيبها ما بجيبهاش. شكل كمان الاخضر تحفه بنات بجد والله. شكل الاضاءه اللي هي البيبي لايت الهاديه الخفيفه قمر قوي. مبسوطه جدا جدا بالنتيجه. مكه جت قعدت ما خلصت قالت لي ماما ايه الاخضر ده، قلت طب ايه رايك يا مكه، قالت لي تحفه ماما جميل جدا، بقت مبسوطه قوي. عندي ولادي اللهم بارك الاربعه عندهم حس ذوقي، يعني بيحسوا بالحاجه يعني، فانا بقى ده بيبقى شيء بيسعدني طبعا. وببقى مبسوطه ما بياخدوا بالهم ان في تغيير الله كده، فببقى مبسوطه بصراحه ما بيقولوا حاجه زي دي، ببقى سعيده يعني ان هم ملتفتين لحاجه زي كده من صغرهم يعني. حاولوا تنموا في ولادكم ان هم ما يشوفوا حاجه حلوه يقولوا، يعرفوا يعبروا، من هنا بتبداي تدربي الطفل ان هو يعبر عن حاجه الحلوه اللي بيشوفها او احاسيسه عموما، يعني الاحاسيس بتاعته. انا مبسوطه جدا. طبعا كان في سؤال تاني عن التلاجة، فاعذريني. ان شاء الله يعني ارد عليكي في الفيديو حبيبي، معلش فراولتي. الفيديو اللي هنعمله مع المطبخ حتى نبقى بنتكلم والحاجه الاجهزه. بس بالنسبه للتلاجة يعني انا استخدمت الحاجه دي، بص ما فيش ما جبتش 3-4 شهور، فطبعا مش فتره كبيره، بس ماشي الحال. ما شفتش اي مش شكوى للتلاجة، بس هحكي لك بالتفصيل ان شاء الله في فيديو الاجهزه. وفي حاجات فيها تاخدوا بالكم منها وحاجات برضو تدعموها. مبسوطة كتير قوي ان انا كنت معاكم، والله العظيم بتوحشوني جدا جدا جدا.
ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة، وباحبكم يا بنات بجد بجد بجد، يا فراولات يا اخواتي يا حبايبي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بكم في جنات بلا حساب ولا سابقة عذاب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.